صراحه كيف كتشوفوا دابا خرجنا وكلينا سالينا الماكله. دابا حنا غاديين غاديين شادين الطريق. دابا بغينا غير نبعدو على الناس داكشي باش نقدر نهضر على خاطري ونشرح لكم كل شيء باش نتوما تعرفوا اي حاجه تعرفوها. بالنسبه لاول حاجه لتركيا، حنا مشينا اورغانيزي. بالحق اورغانيزي شنو خلصنا فيها حنا؟ هي راه شدينا فيها 7 ايام ولكن حنا خلصنا على الطياره 7 ليالات. حنا خلصنا على الطياره ولوطيل صافي، وهذاك ترونسفير اللي كيديك ويجيبك صافي، ماشي كيدورك، غير كيديك من المطار لوطيل ومن لوطيل للمطار سالينا صافي. هادشي اللي خديت انايا، ما بغيناش انا يدورني، انا ندور راسي لحقاش كاين شي بلايص هو ما غاديش يديني ليهم، يقدر يديك هو عندك المتاحف السوق المصري ويديك شي مول صافي، يعني ما غنستافد والو. انا في هذيك 7 ايام استغليتها مزيان، يعني راه ما كنتش كنجلس في الشومبر، ما كنتش كنجلس. واخا حنا صراحه ضيعنا الفلوس في حاجه وحده، يعني في لوطيل خدينا 4 اطوال. نصيحه من عندي، الا بغيتو تمشيو لاسطنبول، يعني مثلا بغيتو تدوروا ولا شي حاجه، ديروا حسابكم اول حاجه بان لوطيل ماشي مهم. لوطيل غتمشي غتنعسي فيه صافي، يعني ماشي غتجلسي فيه، يعني غادا تنعسي وفي الصباح كتخرجي ما كتبقايش ترجعي. بالنسبه لي انا وعبد الله هذاك الشيء اللي كنديرو، كنفيقوا مع 7 مع 6 ديال الصباح، كنبدلوا حوايجنا، كندوشو، كنفطروا، كنهبطوا في حالاتنا صافي. ملي كنهبطوا كنبقاو في الزنقه، تخيلوا معايا من 7:30 ديال الصباح حتى الليل، حتى ل 11 الليل، حتى ل 10 الليل عاد كنجيو حنا للوطيل. يعني ضيعنا الفلوس ديال اللوطيل، يعني 4 اطوال يعني مشات غير هكاك. يعني بالنسبه لكم نتوما باش ما ديروش نتوما الغلط اللي درنا حنا، هو لوطيل زوين ماشي ما زوينش، غير نتوما ما غاداش تنعسوا في لوطيل، ما غاداش تجلسوا فيه، يعني راه غادا تاخذوا عقل 4 اطوال راه كافي. راه تبارك الله الفطور اللي كيديروا، راه الفطور كيديروا خطير، راه كيكون بوفي محلول. راك شفتوا الفيديو اللي درتو انا في الاول، راه مازال كاين فيديو اخر ان شاء الله غادا تشوفوا كل شيء. راه فطور اللي كاين في هذاك اللي كاين في 4 اطوال هو نفسه كاين في 3 اطوال، راه بحال راه ما كاينش شي حاجه زايده ولا شي حاجه خياليه، كلشي بحال صافي. هادشي اللي كاين. وبالنسبه لحنايا كيف ما قلت لكم خدينا حنايا اورغانيزي، حنا كنا غناخذوا 15 يوم صافي. في الاخر قلت لعبد الله، قلت لي اجا علاش فكرتها مزيان، لحقاش تابعني شحال من حاجه ملي غنجي المغرب، باقي لي شحال من حاجه خصني نقضيها. قلت علاش غنضيع الفلوس في اسطنبول 15 يوم وانا الفلوس زايده فيا. قلت لي علاش ما ندوزوش غير 7 ليالات، يعني 7 ايام يعني كافيانا، يعني ندورو فيها. وبصح نيت داكشي اللي كاين والله العظيم 7 ايام الحمد لله كفاتني، يعني درنا مزيان، تبرعنا، تسارينا، جلسنا، كلينا في احسن بلايص، مشينا لاحسن بلايص، شرينا في احسن بلايص، يعني احسن بلاصه مشيت ليها. يعني انا الحلم ديالي هي مشيت فين ندير. سمحوا لي كنقطع لحقاش كنكون دايزه في الشانطي. اش نديرو نمشيو نجلسو فيه؟ هو سالب شويه كضرني رجليا. سمعتوني، سمحوا لي كنقطع. المهم بعدا دوزنا صراحه احسن 7 ايام دازت عندي. يعني اش نقول لكم، يعني شي حاجه يعني بخير صراحه، يعني خديت داكشي اللي بغيت لحقاش فاش كنا هنا في المغرب قلتها لعبد الله، قلت لي شوف، قلت لي حنا غادا نمشيو ان شاء الله لتما، لحقاش انا صراحه انا ما نكذبش عليكم، انا كنت مخططه ليها من شحال هادي، يعني كنت كنوجد على الفلوس باش نمشي، لحقاش راكم عارفين راه السفر يعني ماشي في داخل المغرب، يعني راه يعني كتكون فيها طياره، والطياره كتكون غاليه، يعني راه ماشي اي واحد غيجي وغيمشي لتما الا ما جمعتيش الفلوس وما كنتيش خدام مزيان. حنا الحمد لله خدامين، حنا الحمد لله خدام، الله خدام على قدو. قلت لك خدامين، بالنسبه لي انا راه خدام، ناقاش واخا جالسه في الدار.
خدامه جيت مقابله لك ولادك. الحمد لله حنا خدام، عبد الله خدام وعدا خدامين بحال بحال. عبد الله خدام على قدو وعدا الحمد لله جمعنا وتقاتلنا باش جمعنا الفلوس ومشينا صافي. انا هادشي اللي بغيت نوضح لكم، يعني كيفاش تمشينا حنا. ونصيحه من عندي حاجه اخرى، الا بغيتو تمشيو اورغانيزي ما يدوركمش، دوري راسك انت، دوري راسك استافدي من ديك الدوره، استافدي خشي في جيبك نتيا. وبالنسبه للوطيل غتختاري البلاصه ديال لا ليلي فين كنا حنا، منطقه الفاتح هذيك كيقولها كيقولها المدينه القديمه، هادشي اللي كيقولوا لها هما الاتراك. ولكن واخا كيقول لك مدينه قديمه راه واعره، عرفتي الثقيل الكالم. انا الصراحه سمحوا لي كنحبس الفيديو لحقاش كيبقى يدوز حدايا الناس، كنكون نديز حدا الناس ضروري خاصني نسكت. بالنسبه نكمل لكم وغادي نعطيكم غير التفاصيل اللي البلاصه فين تمشيو لها بالضبط. يعني كاينه ديك لا ليلي هي اللي زوينه، الاكثريه ديالهم اكثريه البنات كيمشيو للتقسيم. نصيحه ما عندي مابقاش تمشيو ليها، سيروا دوروا فيها تقداو فيها، حتى هي فيها داكشي زوين الصراحه. وكي كنهضر على لوطيل الا بغيتو يكون جميع المواصلات قرابين لك وتقدري تمشي على رجلك. بالنسبه لي انا ما استعملتش المترو بزاف وترامواي، ما استعمل قليل فين استعملتهم. اما هما الاكثريه خديت كنمشي على رجليا، لحقاش السلطان احمد وايا صوفيا كلهم قرابين حدا لوطيل. يعني امينونو هذاك سميتو الكروند بازار، كلشي قريب ليا، يعني حتى حاجه ما كانت بعيده حتى حاجه. يعني داك القصر ديال حريم السلطان حتى هو كان قريب ليا، يعني كنمشي على رجلي. قلت لكم كلشي كنديرو برجلي، ما كنخدم لا مترو لا ترامواي. غلطة بور حتى هي مشيت ليها على رجليا. كلشي كاع دوك المآتي اللي كاينين تما في اسطنبول اللي معروفين وكيمشيو لهم الناس بزاف كلهم حدايا قرابين ليا، يعني كنمشي لهم على رجليا. داكشي علاش نصحتكم بلا لي. وبالنسبه لي انا الصراحه انا ديت، وبالنسبه للوطيل ما تخافوا من حتى شي حاجه. الصراحه كنت ديت البيسي ديالي، والله حتى واحد ما قرب ليا شي حاجه، حتى واحد ما هز ليا بياسه وحده ما كيهزوهاش. بلاصه نقيه، لوطيل زوين، كلشي محترم، كلشي فيه نقي متول، كلشي الصراحه. صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي بغيت نوضح لكم انايا. صافي كيف ما قلت لكم، يعني راه كلشي كان عندي واضح. الا كان عندكم اي استفسار وبغيتو تسولوا انا موجوده. وبالنسبه للتقضيه تركيا فهداك الشيء رخيص، ماشي رخيص بزاف، ولكن مقارنه مع المغرب ناقص بزاف صراحه، يعني لا علاقه. بالنسبه لي انا خديت شي سراول، خديتهم دوريجين، يعني من تركيا. الماركه اللي كاينه تما صراحه ما كايناش هنا. خديتهم بثمن مناسب، يعني كون خديتهم هنا كتغناخدو تقريبا كاع 700 درهم السروال تجيني ياك، يعني تقريبا 700 درهم والفوق غناخدو. صافي هادشي اللي خديت صراحه حوايج انا زوينين. كاينين صراحه حوايج تما فنين، واللي بغى يتقدم واللي بغى يعمر ما ننصحكمش بداكشي قليل، ديروا معاكم الزياده، ضربوا الحساب. انا قلتها لكم، عرفتي الصراحه عندهم داكشي خطير، بيجامات واعرين، الحوايج واعرين، كلشي زوين. ولا بغيتو غير الثمن ناقص والجوده ناقصه، راه كاينين ماشي ما كاينينش. ولكن حنا صراحه حنا خدينا كل بلاصه خديت منها شويه. تعرفي اختار المهم انت تعرفي كيفاش تختاري. وبالنسبه للمتاويه تقدري تاويو معاك، يقدروا ما يتاووش معاك. بالنسبه لينا حنا الصراحه ما تاويناش معاهم، يعني هز وخدينا. يعني الاثمنه جاوني انا في المتناول المقارنه مع هنا في المغرب ناقصين شويه صراحه. صافي هادشي اللي كاين. وبالنسبه صافي هادشي اللي كاين بالنسبه لينا حنا. كل واحد خديت ليه شي حاجه على قدي، يعني سوفونير وصافي، يعني شي حاجه بسيطه. وطبيعه الحال انا خديت لولادي، يعني ولادي ما بغيتش نحرمهم من حتى شي حاجه، ما بغيتش نحرم راسي. عبد الله صراحه ما خداش حوايج بزاف، ما نكذبش. فديك الساعه وغادا نشارك معكم وغتشوفوا كلشي. بالنسبه لي انا خديت حتى برد لي القلب.
شرف الدين ورزان خديت ليهم، ولكن اللي تبرعت بزاف الصراحه، لا بدون نقاش رزان سبحان الله كيطلع عليها الزهر كنكونوا غاديين باغا نجبدوا شي حاجه كنقولوا غادي نبدا قاعده. وان شاء الله دابا هذه غير اول بدايه لينا ان شاء الله. سافرنا خارج المغرب وعلاش لا تكون شي حاجه اخرى ثاني ما اكثر. وبالنسبه لي انا كاين الحمد لله ربي كبير وحقق لي صافي هادشي اللي كاين. المهم هذا الحمد لله كناكلوا حلال، هذا هو الاساس عندي وهذا هو المهم. صافي هادشي اللي كاين. المهم هذا حنا سافرنا بدلنا الجو ارتاحينا خديت داكشي اللي خاصني. المهم هذا تبرعنا سالينا من هادشي كامل درنا وتسارينا. وبالنسبه لكم نتوما الا كنتو باغيين تقداو بزاف وبغيتو تجيبوا كادوات بزاف خاصكم تزيدوا فلوس، يعني خاصكم تدوا فلوس زايدين الصراحه. يعني بالنسبه لي انا صراحه تهليت في راسي كليت شرينا حوايج زوينين يعني تسالينا، ولكن الحمد لله يعني ما يمكنش غتشري كلشي ثاني. يعني شحال قدك ضروري كتزايري الصمته. صافي هادشي اللي كان بغيت غير نفسر لكم وتعرفوا اشنو كاين. واي واحد عنده استفسار يعني مرحبا، يعني شي حاجه يعني بغيتو تعرفوا على السفر ولا شي حاجه انا موجوده. يعني انا قلت لكم البلايص فين كاينين، ولا بغيتو تعرفوا المنطقه ديال يعني لاليدي وداكشي راه كلشي راه باين، يعني كلشي صراحه ساهل. واللي مشى لتركيا راه ما غيتلفش. انا نقول لكم من هنا حنا مشينا والله ما كاين لا تلفه لا والو، صحابوني غير ساكنه تم. صافي هادشي اللي كاين. وانا نتمنى نكون فتكم غير شويه. وبالنسبه ما تحكموش على الناس، يعني هو راه كيف ما قلت لكم العنصريه راه فيها وفيها. يعني فين مشيتي كاينه، يعني ماشي بالضروري كاينه حنا تلاقينا مع شي وحدين ماشي بزاف، شي حاجه قليله، ولكن الاكثريه تعاملوا معنا زوين. وبنادم خصو يشوف الاكثريه، يعني ما يشوفش غير واحد وتحكم على كل شيء. صافي هادشي اللي كاين. ونتمنى ما نكونش طولت عليكم الفيديو، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. وان شاء الله راه هذيك الساعه غادي نشارك معكم كل شيء. ونتمنى تكون عجبتكم الخرجه ديالنا، يعني خرجه خفيفه ظريفه. واي سؤال بغيتو تسولوني عليه مرحبا والف مرحبا. يلا تهلاو في ريوسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.